في الوقت اللي كلنا فيه بنعيش حياة رقمية بقى فيه فرصة كبيرة جدا لصناعة محتوى ناجح وتحقيق دخل جيد. بس السؤال ايه المهم هو ليه 2025 هتكون سنة ذهبية لأي حد عايز يبدأ في المجال ده؟ مش بس لأن المنصات دلوقتي بقت بتدعم صناع المحتوى أكتر من أي وقت فات، لكن كمان في تطور رهيب في التكنولوجيا اللي هتسهل عليك كل حاجة. واللي بيحصل دلوقتي إن الناس بقت أكتر وعي بأهمية المحتوى، وده بيديك فرصة كبيرة عشان تبرز وتوصل لعدد كبير من الناس. عشان تبدأ في المجال ده مفيش حاجة مستحيلة، لأن الكل دلوقتي عنده الأدوات اللازمة والفرص المفتوحة. لو أنت حابب تبدأ وتحقق نجاحك الخاص هتحتاج تعرف شوية حاجات أساسية عن السوق ده وليه لازم تكون جزء منه في 2025. النهاردة هنتكلم عن الأسباب الحقيقية اللي هتخليك متحمس إنك تبدأ صناعة محتوى خاص بيك، وهنغطي أهم النقاط اللي هتساعدك تخطو الخطوات الأولى وتحقق النجاح. مع الوقت هتلاقي إن الصناعة دي مش بس هتفتح لك فرص مثالية، لكن كمان هتفتح لك أبواب لتطوير مهاراتك وبناء مجتمعك الخاص. يلا بينا نبدأ. كمان لو بصينا على منصات التواصل الاجتماعي هتلاحظ ان الجمهور اكتر تفاعل مع المحتوى المحلي والعالمي، حتى لو بتتكلم عن موضوعات مش معروفة او فيها عمق. ده لان الناس بتدور على تجارب جديدة وبتحب تشوف حاجات مختلفة، وده بيخلي الطلب على المحتوى يزيد بشكل مستمر. ومن ناحية تانية التكنولوجيا بتتطور بسرعة، الأدوات اللي بتساعد في صناعة المحتوى بقت أكتر سهولة. يعني لو عندك فكرة حابب تنفذها في أدوات كتيرة تسهل عليك التصوير زي بقى المونتاج وحتى الكتابة. ده معناه إن صناعة المحتوى بقت متاحة لأي حد، مش لازم تكون محترف أو عندك معدات غالية. وفي النهاية الطلب على المحتوى مش هيتوقف، لأنه ببساطة بقى جزء من حياتنا اليومية. كل يوم في ناس بتدور على محتوى جديد، والمجال ده بيكبر بسرعة، وده بيخلي الفرصة قدامك أكبر لو قررت تبدأ في صناعة المحتوى. تاني نقطة، المنصات بتدعم صانع المحتوى. المنصات دلوقتي بقت تدعم صانع المحتوى بشكل غير مسبوق، ودي حاجة مهمة لو فكرت تبدأ في صناعة المحتوى. خليني اشرح لك ازاي. اول حاجة، منصات بقى زي يوتيوب، فيسبوك، وتيك توك بقت بتوفر فرص كبيرة للناس اللي عايزة تصنع محتوى. يعني لو عندك فكرة حابب تطبقها هتلاقي ان المنصات دي بتمكنك من انك توصل فكرتك لآلاف او حتى ملايين من الناس بكل سهولة. مش بس كده، كمان المنصات دي بتوفر لك ادوات عشان تحسن المحتوى بتاعك زي المونتاج، الفلاتر، والتأثيرات، واللي بيسهل عليك انك تنتج محتوى بجودة عالية بدون ما تحتاج معدات غالية. تاني حاجة، المنصات بتشجع صانع المحتوى من خلال التفاعل مع المتابعين. يعني لو عندك جمهور مهتم بمحتواك هتلاقي تفاعل كبير من متابعينك زي الكومنتس، التعليقات، اللايكات والشير. ده بيخلق نوع من الحوار المباشر بينك وبين جمهورك، وده بيخليك تحس انك مش لوحدك وان في حد بيهتم بالمحتوى اللي بتقدمه، وده بيشجعك انك تتابع وتصنع اكتر وتطور نفسك. كمان المنصات دي بتدعم صانع المحتوى ماديا. يعني في يوتيوب مثلا ممكن تكسب فلوس من الاعلانات اللي بتظهر على فيديوهاتك بمجرد ما تجيب عدد معين من المشاهدات والمتابعين. مش بس كده، لو عندك متابعين كتير ممكن تجيب شراكات مع شركات وتعمل دعاية لمنتجاتهم، وبالتالي ده بيكون مصدر دخل اضافي ليك. في تيك توك مثلا وبرامج تانية برضو ممكن تكسب من الهدايا او من الاعلانات المدفوعة. وكمان في منصات زي انستجرام وفيسبوك لو كنت بتقدم محتوى مميز ممكن توصل لفرص تعاون مع علامات تجارية وتعمل حملات دعائية او حتى تبيع المنتج الخاص بتاعك. وده بيخلي المنصات مش بس مكان لعرض المحتوى لكن كمان منصة لفرص دخل حقيقية. في النهاية المنصات دي مش بس بتسمح لك بانك تعرض محتواك، لكنها كمان بتدعمك بشكل مادي بفلوس، وبتساعدك في تحسين انتاجك، وبتوفر لك تفاعل دائم مع جمهورك. وده بيدي صانع المحتوى فرصة كبيرة للنمو والتوسع. وبالتالي لو قررت تبدأ في صناعة المحتوى في 2025 هتلاقي كتير من الفرص المتاحة ليك. تالت نقطة، التكنولوجيا بتسهل كل حاجة. التكنولوجيا دلوقتي بقت تسهل كل حاجة حرفيا في صناعة المحتوى، وده عامل كبير لو حابب تبدأ في المجال ده من غير ما تكون محتاج ميزانية ضخمة.
او معدات معقدة تقدر تخلق محتوى احترافي وتوصل لجمهور كبير كمان. اول حاجة التصوير بقى اسهل بكتير، يعني زمان لو كنت عايز تصور فيديو بجودة عالية كان لازم يكون عندك كاميرا محترفة غالية جدا، لكن دلوقتي الموبايلات الحديثة اللي معانا بتصور بدقة عالية. ففي كاميرات تانية كمان زي الدي اس ال ار والكاميرات الميرورلس بقت في متناول الكل، وكل ده مع ادوات بسيطة زي الاضاءة، زي اضاءة الموبايل الصغيرة او حتى اضاءة الباستيل. كل ده بيسهل عليك تبدأ تصوير بسهولة وانت في البيت. تاني حاجة برامج المونتاج بقت أسهل وأرخص. ففي برامج زي طبعا كلنا عارفينها كاب كات أو فيغاس بتتيح لك إنك تعدل فيديوهات بشكل سريع وسهل، وفي نفس الوقت تقدر تطبق مؤثرات وجرافيك بطرق محترفة، وكل ده من غير ما تكون خبير في المونتاج. وكمان في تطبيقات على الموبايل ممكن تساعدك في التعديل على الصور والفيديوهات في ثواني، يعني تقدر تشتغل وانت في اي مكان حرفيا. كمان الذكاء الاصطناعي الاي اي بقى ليه دور كبير في انه يسهل صناعة المحتوى. ففي ادوات بتساعدك في كتابة النصوص بشكل اسرع وافضل، او حتى انك تعدل النصوص بحيث تكون جذابة اكتر للجمهور. مثلا لو محتاج فكرة الفيديو او نص البوست على السوشيال ميديا ممكن تلاقي ادوات تساعدك وتوجهك ناحية افضل الافكار. واخيرا التحليل بقى اسهل بكتير، ففي ادوات زي جوجل انتليجنس او ادوات منصة السوشيال ميديا نفسها بتقدر تشوف تفاعل الجمهور مع المحتوى بتاعك وتعرف ايه الانواع المحتوى اللي الناس بتحبها وبتشاركها اكتر، وده بيساعدك تحسن من ادائك وتطورك من ناحية المحتوى اللي بتقدمه. بكده التكنولوجيا بقت بتتيح لك فرص كبيرة وسهلت عليك كل حاجة من التصوير للمونتاج للكتابة والتحليل، فبقت صناعة المحتوى متاحة لأي حد حتى لو كنت مبتدئ. رابع نقطة ودي عايزك تركز فيها كويس جدا، العمل الحر هو المستقبل. فريلانسنج، العمل الحر دلوقتي بقى هو المستقبل حرفيا، وده بسبب اكتر من سبب. اول حاجة العالم كله بقى متصل ببعضه حرفيا اكتر من اي وقت فات. يعني دلوقتي ممكن تشتغل مع ناس من اي مكان في العالم وانت قاعد في مكانك، ده بفضل الانترنت والتكنولوجيا. الشركات بدأت تشوف ان مش لازم تلتزم بمكاتب ثابتة بقى او شغل الموظفين الدايمين، فبدأوا يفتحوا لك فرص للعمل الحر. تاني حاجة العمل الحر بيديك حرية اكبر طبعا في انه يحدد وقتك. يعني لو كنت عامل وظيفة ثابتة لازم تلتزم بمواعيد معينة وكل يوم نفس الروتين ومش الجو ده، لكن في العمل الحر انت اللي بتحدد وقتك وبتقدر تشتغل من اي مكان سواء من البيت او من اي مكان يعجبك، وده بيخلي الناس عندها مرونة اكبر في تنظيم حياتها اليومية. كمان العمل الحر يا سيدي بيديك فرصة تشتغل في المجال اللي بتحبه او عندك شغف فيه. يعني لو عندك مهارة معينة زي الكتابة التصميم البرمجة او حتى التسويق تقدر تشتغل في المجال ده وتكون صاحب القرار، وده بيخليك متحمس اكتر عشان تعمل حاجة بتحبها بدل ما تشتغل في مجال مش مريح ليك. وفي حاجة مهمة كمان ان سوق العمل الحر بقى في تزايد مستمر، ومنصات زي ابورك فيفر فريلانسر وفي فرص ووفرت فرص كبيرة لأي شخص حابب يبدأ. يعني لو عندك مهارة معينة هتلاقي آلاف الشركات أو الأفراد اللي محتاجينك، وكل ما اكتسبت سمعة كويسة وبتقدم شغل متميز كل ما زادت الفرص والدخل اللي هتحققه. وفي النهاية العمل الحر مش بس فرصة انك تحصل على دخل، لكنه بيديك الفرصة انك تكون مستقل وتدير وقتك بالطريقة اللي تناسبك. كمان بيخليك تبني سمعة وتوسع شبكة علاقاتك مع الناس من مختلف أنحاء العالم، وده بيديك فرص للتطوير والنمو في مجالك بشكل أسرع من الوظائف التقليدية اللي احنا عارفينها. يعني ببساطة العمل الحر هو المستقبل حرفيا، لأن الفرص فيه مفتوحة وكل واحد قادر يبني نفسه على المدى الطويل. خامس نقطة التوجه للواقعية والبساطة. التوجه للواقعية والبساطة بقى من أهم الاتجاهات اللي بتسود في كل حاجة دلوقتي، سواء في المحتوى اللي بنتعرض له أو حتى في حياتنا اليومية. الناس بقت مش مهتمة
بالزخرفة أو الصور مثالية بقى زي زمان، وده ظهر بشكل واضح على منصات السوشيال ميديا. أول حاجة الناس بقت بتحب الحاجات الواقعية أكتر من التزييف، يعني بقى في ميل لعرض الحياة الحقيقية زي ما هي من غير ما نبالغ في التجميل أو المبالغة في اللحظات المثالية. مثلا لو كنت بتشارك فيديو عن يومك، الناس دلوقتي بتفضل تشوفك وانت في وضع طبيعي عادي حتى لو مش كل حاجة ماشية زي ما انت عايز. ده بيخلي المتابعين يحسوا انك قريب منهم اكتر، وبيحسوا انهم مش لوحدهم في التحديات اللي بيواجهوها. تاني حاجة البساطة بقت تقدر توصلك لأكبر عدد من الناس. يعني دلوقتي الناس بقت مش عايزة تعقيدات سواء في المحتوى أو حتى في المنتجات. لما يكون عندك فكرة بسيطة كده سهلة إنك تفهمها وسلسلة، ده بيجذب أكتر عدد من الناس. مش محتاج تعقيد الأفكار أو إنك تضيف تفاصيل مش ضرورية. البساطة بتخلي المحتوى أقرب لكله وبتقدر توصل فكرتك بسرعة. كمان البساطة بتخلق نوع من الراحة الذهنية في زمن كله ضغوط ومشاكل. زي ما احنا عارفين الناس بتدور على حاجات تخفف عنها ومش على الحاجات المعقدة أو اللي فيها تفاصيل كتير. لما تقدم محتوى واقعي وبسيط، ده بيخلي الناس تحس بالارتياح والصدق في اللي بتقدمه. فالموضوع مش بس في المحتوى، ده كمان في حياتنا اليومية. الناس بقت بتحب البساطة في أسلوب الحياة، زي إنك تكتفي بالحاجات اللي بتحتاجها فعلا وتقلل من الفوضى في حياتك. وده بيساعدك إنك تركز أكتر في الحاجات المهمة وبيقلل التوتر والضغط النفسي. في النهاية التوجه للواقعية والبساطة بيدينا فرصة نتواصل بشكل أعمق وأصدق مع الناس، وكمان بيخلينا نقدر نعيش حياة أكتر هدوء وراحة. نقطة رقم 6، التنوع في مصادر الدخل. التنوع في مصادر الدخل بقى حاجة أساسية طبعا دلوقتي علشان تقدر تضمن استقرارك المالي وتواجه أي تحديات مالية ممكن تواجهك. في الماضي كان الناس زمان، يعني الناس كانوا بيشتغلوا في وظيفة واحدة طول حياتهم وبيعتمدوا عليها في كل حاجة. لكن دلوقتي الوضع طبعا اتغير تماما، وده بسبب التغيرات الاقتصادية والتطور التكنولوجي اللي غير الطريقة اللي بنشوف بيها العمل والفرص. أول حاجة التنوع في مصادر الدخل بيخليك مش مرتبط بشغل واحد بس. يعني لو كنت شغال في وظيفة ثابتة، بتقدر تفتح مصادر دخل تانية زي شغل حر على الإنترنت أو حتى تفتح مشروع صغير. فلو فقدت شغلك بعد الشر أو كان في أي مشاكل اقتصادية، مش هتكون في موقف صعب لأن عندك دخل تاني تقدر تعيش منه. تاني حاجة الإنترنت بقى بيقدم فرص هايلة للتنوع في مصادر الدخل، زي ما في منصات للعمل الحر زي أبورك وفيفر. كمان في إمكانية للربح من خلال اليوتيوب، المدونات، أو حتى منصات بيع المنتجات الرقمية. يعني ممكن تستغل في حاجات تانية زي التدريس عبر الإنترنت، تصميم الجرافيك أو الكتابة، وكل ده من بيتك وبمرونة في الوقت. كمان لما يكون عندك أكتر من مصدر دخل، ده بيساعدك تبني أمان مالي أكتر. يعني لو دخلت في مشروع مثلا معين وكنت مش متأكد إذا كان هينجح ولا لأ، بيبقى عندك مصدر دخل تاني يضمن لك حياة مستقرة. وده بيساعدك تقلل من القلق والتوتر اللي ممكن يجي بسبب الاعتماد على دخل واحد. وكمان في حاجة مهمة، إن التنوع في مصادر الدخل بيساعدك تبني مهاراتك وتكتسب خبرات جديدة. يعني لو كنت بتشتغل في مجال معين ومثلا بدأت تشتغل في مجال تاني زي التسويق الرقمي أو البرمجة، ده هيعزز مهاراتك وهيفتح قدامك فرص أكبر في المستقبل. وكل ما تنوعت مصادر دخلك، كل ما زادت فرص النجاح والتطور. في النهاية التنوع في مصادر الدخل مش بس بيساعدك ماديا، لكنه بيديك راحة نفسية ومرونة في الحياة، لأنه بيخليك دايما جاهز لأي ظروف طارئة. نقطة رقم 7، فرص التعليم والتطوير. فرص التعليم والتطوير بقت متاحة بشكل أكبر من أي وقت فات، وده بفضل التكنولوجيا والنت اللي فتحوا أبواب جديدة للتعلم في أي مكان وفي أي وقت. زمان كان لازم تروح جامعة أو مركز تدريب عشان تتعلم حاجة جديدة أو تطور مهاراتك، لكن دلوقتي فرص التعليم بقت أوسع بكتير. أول حاجة الإنترنت بقى مليان منصات تعليمية زي كورسيرا ويوديمي وإدراك وغيرها اللي بتوفر كورسات في مجال كتير.
يعني مش لازم تدرس في جامعة تقليدية علشان تطور مهاراتك أو تكتسب معرفة جديدة. تقدر تتعلم وانت في بيتك. في ناس كتير دلوقتي بتاخد كورسات في مجالات زي البرمجة، التسويق الرقمي، والتصميم، حتى في تطوير الذات، وكل ده من غير ما تدفع مبالغ كبيرة أو تضيع وقت طويل في الدراسة التقليدية. تاني حاجة، التعليم مش بس عن الكورسات المدفوعة أو الجامعات، ده كمان في مصادر تعليمية مجانية متاحة للجميع زي اليوتيوب اللي بيحتوي على آلاف الفيديوهات التعليمية في كل المجالات. كمان في مقالات وكتب إلكترونية تقدر تقرأها، وده بيساعدك تطور نفسك بشكل غير تقليدي. يعني التعلم بقى متاح للجميع بغض النظر عن المكان أو الوضع المالي. تالت حاجة، التطور مش بس في التعليم الأكاديمي لكن كمان في تطوير المهارات العملية. يعني تقدر تكتسب مهارات جديدة من خلال العمل الحر أو المشاريع الشخصية. مثلا لو حابب تبدأ في مجال معين زي التصميم أو الفيديو، تقدر تتعلم على منصات التدريب وبعدها تطبق المهارات دي في شغل حقيقي من خلال مشاريع على الإنترنت. فالتطور المهني بقى أكتر مرونة وهيمكنك إنك تحدد المجال اللي أنت مهتم بيه وتبدأ فيه على طول. وأخيرا، فرص التعليم والتطوير بقت فرصة للجميع بغض النظر عن العمل أو الخبرة السابقة. يعني لو كنت في بداية حياتك المهنية لسه، أو حتى لو كنت خريج قديم، الفرص موجودة عشان تبدأ تتعلم وتطور نفسك. فده بيساعدك تبني مسار مهني ناجح وتكون جاهز لمواجهة أي تطورات في سوق العمل. باختصار، التعليم والتطوير دلوقتي مش مقيد بزمن او مكان، الفرص مفتوحة للجميع زي ما قلنا، ومن السهل جدا انك تبدأ تتعلم مهارات جديدة او تطور من نفسك في مجالك المفضل. تامن نقطة ودي مهمة، المحتوى بيبني علامة شخصية ليك. بص، لما تعمل محتوى مميز على السوشيال ميديا انت فعليا بتبني كده اسم لنفسك، او زي ما نقول كده براند شخصي. يعني ايه؟ يعني الناس لما تشوف اسمك او محتواك على طول بيربطوك بحاجة معينة. مثال بسيط، مثلا لو انت متخصص في المحتوى اللي بيتكلم عن الرياضة، الناس هتفتكرك على طول كشخص رياضي بيعرف يدي نصايح او تمرينات. لو بتتكلم مثلا عن التنمية الذاتية، اسمك هيترسخ في دماغهم كشخص بيدي طاقة إيجابية وحلول عملية. فالميزة هنا إن البراند الشخصي ده هيساعدك تبقى مميز وسط ناس كتير. يعني بدل ما تبقى واحد من بين مليون شخص بيقدم نفس الحاجة، الناس هتقول إحنا عايزين فلان ده بالذات، لأنهم حاسين إنك مختلف ومميز في أسلوبك. العلامة الشخصية دي بتفيدك في مجالات تانية. لو في يوم من الأيام قررت مثلا تعمل مشروع زي كورسات أونلاين أو حتى تفتح بيزنس، الناس اللي هتتابعك وتثق فيك هتبقى أول ناس تدعمك. فباختصار كده، إن البراند الشخصي ده هو صورتك اللي بتعيش في دماغ الناس، وكل محتوى بتقدمه بيبني الصورة دي. فحافظ إنها تكون صورة قوية وإيجابية، وكل ده مش محتاج إنك تكون مشهور عالمي. مجرد جمهور صغير لكن مهتم بيك هيعمل فرق كبير جدا. نقطة رقم 9، التفاعل المباشر مع الجمهور. بص يا سيدي، التفاعل مع الجمهور ده أهم حاجة في صناعة المحتوى. أنت مش مجرد واحد بيطلع يقول كلام وخلاص، لا، ده في ناس بتسمعك وبترد عليك كمان وبتشاركك أفكارها، وده اللي بيخلي صناعة المحتوى ممتعة ومميزة. فالميزة هنا إن السوشيال ميديا بتديك فرصة تبقى قريب من الناس. يعني مثلا لما حد يسيب لك كومنت، انت ممكن ترد عليه في نفس اللحظة او بعدها بشوية. فده بيخلي الناس تحس انك حقيقي وقريب منهم، مش مجرد واحد بعيد وبيتكلم لوحده كده. كمان من خلال التفاعل ده هتعرف ايه اللي جمهورك محتاجه. يعني لو نزلت فيديو والناس بدأت تقول في الكومنتس عايزين فيديو عن الموضوع ده وده وكذا وكذا وكذا، خلاص انت كده عرفت هتقدم ايه بعد كده. وفوق ده كله، التفاعل ده بيبني ولاء الجمهور ليك.
فلما يشوفوا انك بتسمعهم وبترد عليهم هيحسوا انك مهتم بيهم بجد، وده هيخليهم دايما مستنين المحتوى الجديد بتاعك. وفي الاخر التفاعل مع الجمهور مش بس طريقة تعرف بيها افكار جديدة، ده كمان علاقتك بتكبر مع الوقت. فالجمهور اللي بيتفاعل معاك النهاردة ممكن يبقوا جمهورك المخلص اللي بيكبر نجاحك بكرة. عاشر واخر نقطة، فرصة تعمل شغل ليه قيمة. بص يا سيدي، صناعة المحتوى مش بس حاجة بتكسب منها فلوس او بتعمل لك شهرة زي ما انت عارف، لا دي فرصة انك تقدم حاجة ليها قيمة وتأثير حقيقي على حياة الناس. لما تعمل محتوى انت كده بتوصل افكارك ومعلوماتك لجمهور كبير. يعني تخيل كده انك بتعمل فيديوهات تعليمية، ممكن واحد يشوف الفيديو بتاعك ويتعلم حاجة جديدة تغير حياته، زي مهارة، نصيحة، او حتى فكرة تخليه ياخد خطوة كان خايف منها. وكمان المحتوى اللي ليه قيمة ده بيفرق معاك شخصيا. انت مش بتعمل حاجة وخلاص زي ما قلنا، انت بتبقى عارف انك بتساهم في تحسين حياة الناس، وده احساس حلو جدا صدقني. زي لما حد يكتب لك كومنتس ويقول لك شكرا الفيديو بتاعك خلاني افكر بطريقة مختلفة او ساعدني اعدي مشكلة كبيرة. فاللحظات دي صدقني بتفكرك ان شغلك ليه معنى. وفي النهاية بقى يا سيدي، صناعة المحتوى مش بس شغل او طريقة لربح فلوس، دي فرصة حقيقية لتغيير حياتك وحياة الناس اللي بيتابعوك. لما تبدأ هتلاقي قدامك صدقني فرص كتيرة عشان تبني شخصيتك وتحقق أهدافك، وكمان تساعد غيرك بمحتوى ليه قيمة. الموضوع مش سهل، أكيد هتواجه تحديات في البداية، بس أهم حاجة إنك تبدأ وتستمر. كل ما بتقدم محتوى مميز بتقرب أكتر من هدفك، سواء كان بناء علامتك الشخصية، فالتفاعل مع جمهورك، أو حتى إنك تساهم في تحسين حياة الناس. فخليك دايما فاكر إن النجاح في صناعة المحتوى مش بيجي من أول يوم، لكن مع الوقت والتجربة هتوصل للنتيجة اللي نفسك فيها. مش لازم تكون مشهور عشان تبقى مؤثر، المهم انك تكون مخلص وحقيقي في كل حاجة بتعملها. وبكده لو كنت ناوي تبدأ في صناعة المحتوى في 2025، خلي عندك ايمان ان ده ممكن يكون بداية لرحلة مليانة تحديات، بس في نفس الوقت مليانة فرص. فالفرصة قدامك وابدأ دلوقتي. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك المحتوى واستفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم صناعة المحتوى. واوعى تنسى تبدأ رحلتك انت كمان في صناعة المحتوى، لان الفرصة قدامك. شكرا ليكم، وزي ما بقول كل مرة انت الاساس، انت رقم واحد. وفي نهاية الفيديو حابب اقول لك خليك مسيطر. اشوفكم الحلقة الجاية.